تفضل. لا ما شفتش المقابله انت. لا شفتها كامله. لا ما شفتش المقابله. شفتها كامله. لا شفتها كامله. تتهم اللاعبين وانا ما عملوا شيء. عملوا ما عمل على الخروج، لكن ماذا حصل؟ لماذا شاهدنا هذا السيناريو لمنتخب تونس وخروجه من الدور الأول؟ والله ماذا حصل وأنه حصلت بصمة عار. أنا في آخر المقابلة حطوا ترتيب المجموعة. ربما ما تحسرتش عند نهاية المقابلة، وكنا حطوا الترتيب حسيت بوجاعة قوية. نقا جنوب افريقيا 5 ومالي 5 وجنوب افريقيا 4 وناميبيا 4 تونس 2. وجاع تونس اللي مشيت 6 مرات لكأس العالم. تونس لعبت بتكتيك لا وجود له لا في السند لا في الهند. 3-2-1 3 مقابلات. هذا الترتيب المالي في صدارة جنوب افريقيا يوجع. تأهلت مع تعادلها مع تونس، وناميبيا في المركز الثالث، تأهلت كأفضل ثالث، وتونس يوجع في المركز الرابع والأخير. ترتيب يوجع. احنا اخر القسم. بس وصمة عار فضيحة. سمعت جلال القادري قال لك جينا وعملنا تحذيرات كبيرة وعملنا لكن شكون؟ احنا مو انتم. ماذا ولكن؟ بالطبع. انت يا فتحي تتكلم بصراحة ووضوح، ماذا ولكن؟ شو اللي سامحني خلينا نكلمك. فريق التونسي ريناه في 3 مقابلات. فريق الوطني التونسي 3 مقابلات على الميدان ما يوجعش المنافسين. اما الفريق الوطني التونسي وجع شعب كامل. كل مرة نقول طحنا مع ناميبيا لا بالكش، مع مالي هاي نقطة لا بالكش، اليوم مع جنوب افريقيا 3 تهبلتونا بالامال والوعود اليوم ما رينا شيء. سامحني ما ريناش القليب. مانيش نحكي على القليب، مش نحكي على الوطنيه، مش نحكي على حد شيء. ما عندنا شيء باش نربحوا. ناميبيا راهو ناميبيا، راهي جنوب افريقيا، راهي مالي، راهو على 4 يتعداو 3 من مجموعتنا، تعداو 3. كان احنا روحنا. راهو مش عادي والله. نقول لك وصمة عار شويه، لانه فعلا التونسي وقت اللي تشوف الترتيب وتشوف 3 تعداو اليوم 2 مقابلات. تبعني نعطيك صوره للمواطن التونسي اليوم 2 مقابلات شوفوا كلها اصفار 0-0-0-0. اما اصفار جنوب افريقيا واصفار ناميبيا واصفار مالي ايجابيه، وصفرنا احنا هكا صفر كبير. سمعت الريبورتاجات في البين سبورت قبل المقابله، تونس كامله امام التلفاز، تونس كامله خرجوا بدري من العمل نتاعهم، خرجوا بكري من الخدمه نتاعهم. بالاخير ليس اول منتخب يخرج من الدور لا لا سامحني يعني. في كاس افريقيا اللي فاتت وفي كاس العالم اللي كل مره. شوف عندنا فريق تونسي فعلا. تعرف شنو قلت لكم انا؟ صندوق عجب، ولكن يخرج منه العجب الخايب. كل مره يدخلونا في الحسابات، ولا فما مره رتحونا رانا من المقابله الثانيه ترشحنا، الا اذا كان عندها 20 سنه الحكايه وقتها مع روجيه لومان. يعني معناته اداء بلا شكل ولا لون. لا شيء، ما رينا شيء. وسامحني جلال القادري مع سي جلال تبخرت كل الامان. مع سي جلال عادي جدا، قال لك العقد وما حبش يقول استقاله او كذا، قال لك العقد عقد اهداف. ولكن سي جلال شكرا لك، انت خذيت الفريق. يعني كان تونس لم تحضر لكوت ديفوار. لا ما جاتش تونس. انا قلت لك